مرحبا يا أصدقائي. رجعت لكم بفيديو جديد مليان حماس وإثارة، والنهاردة هنتكلم عن أغرب الاكتشافات العلمية اللي العلماء اكتشفوها حوالين العالم. حاجات هتخليكم تقولوا إيه ده؟ فخليكم جاهزين واستعدوا لرحلة ممتعة، وهنتكلم عن حاجات هتفتح عيوننا على جمال وغرابة الكون. قبل ما نبدأ، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. يلا بينا نبدأ. 1. البكتيريا اللي بتتنفس المعادن. خلونا نبدأ بحاجة غريبة جدا. تخيلوا كائن حي مش محتاج أكسجين عشان يتنفس. في سنة 2019 العلماء اكتشفوا نوع بكتيريا بيقدر يتنفس المعادن زي الحديد والمنغنيز بدل الأكسجين. البكتيريا دي بتعيش في أعماق البحيرات وبتستعمل المعادن عشان تحصل على الطاقة. اكتشاف زي ده بيفتح باب جديد لدراسة الحياة على كواكب تانية، وبيخلينا نفكر إن الحياة ممكن تكون موجودة بطرق مختلفة جداً عن اللي إحنا متعودين عليها. 2. الضفدع الشفاف. لو كنت فاكر إن الضفادع كلها زي بعض، لازم تشوف الضفدع اللي العلماء اكتشفوه في أمريكا الوسطى. الضفدع ده جلده شفاف تماماً، وبيسموه الضفدع الزجاجي. تخيل إنك تقدر تشوف أعضائه الداخلية وقلبه وهو بينبض بوضوح من بره جسمه. كائن غريب جداً، وده بيثبت لنا قد إيه الطبيعة متنوعة ومليانة مفاجآت حتى في الكائنات الصغيرة. 3. غيوم المتدحرجة، غيوم مورنينج جلوري. أما بقى في أستراليا، في ظاهرة نادرة اسمها غيوم مورنينج جلوري. دي غيوم بتكون طويلة جداً وتتحرك في السماء زي الأنابيب، وبتوصل طولها لأكتر من 1000 كيلومتر. الغيوم دي بتتحرك بسرعة كبيرة في السماء، وبتخلق مشهد ما يتوصفش من الغرابة والجمال. مناظر زي دي بتحصل قليل جداً، بس لما بتحصل بتكون من أجمل الحاجات اللي ممكن تشوفها في حياتك. 4. الحبار العملاق. هل سمعت عن الحبار العملاق؟ الكائن ده بيعيش في أعماق المحيطات، وطوله ممكن يوصل لأكتر من 13 متر، يعني أطول من حفلة مدرسية. مش بس كده، ده عنده عيون ضخمة جداً، حجمها ممكن يوصل ل 30 سنتيمتر. العين الكبيرة دي بتساعده يشوف في الظلام العميق في البحر. العلماء ما قدروش يشوفوه حي لفترة طويلة، لكن في الآخر شافوه بالكاميرات في المحيط الهادئ. تخيلوا قد إيه الكائن ده غريب وصعب الوصول ليه. 5. السمكة اللي بتمشي على اليابسة. إيه رأيكم في سمكة تقدر تمشي على الأرض؟ سمكة بجد. العلماء اكتشفوا نوع من الأسماك اسمه بيرسيفورميس، يقدر يستخدم زعانفه عشان يتحرك على اليابسة لفترات قصيرة. السمكة دي بتعيش في مستنقعات وأنهار، ولما تكون في خطر أو ميه المكان اللي هي فيه تجف، بتطلع وتمشي على الأرض لحد ما تلاقي مكان آمن. تخيلوا كده سمكة بتقدر تعيش في المية وعلى الأرض في نفس الوقت. 6. كهف البلورات العملاقة في المكسيك. تعالوا نروح المكسيك، وتحديداً كهف نايكا، اللي العلماء اكتشفوا فيه أكبر بلورات طبيعية في العالم. البلورات دي طولها ممكن يوصل ل 14 متر، ووزنها عدة أطنان. الكهف ده حرارته عالية جداً، حوالي 58 درجة مئوية، وده بيخلي استكشافه صعب جداً. البلورات دي اتكونت على مدى آلاف السنين، واللي بيشوفها بيحس إنه في عالم خيالي. 7. نبات نبتون آكل اللحوم في الفلبين. العلماء اكتشفوا نوع جديد من النباتات آكلة اللحوم اسمه نبتون. النبات ده ما بيكتفيش بالحشرات، لأ، ده ممكن يصطاد حيوانات صغيرة زي الفئران. عنده أوراق على شكل جرة بتجذب الفريسة بالروايح، وأول ما الفريسة تدخل، النبات بيحبسها وبيبدأ يهضمها باستخدام إنزيمات خاصة. الطبيعة فعلاً مدهشة. 8. الفوهات العملاقة في سيبيريا. في سيبيريا فيها حاجة غريبة جداً حصلت في الفترة الأخيرة، وهي ظهور فجوات ضخمة فجأة في الأرض. العلماء بيعتقدوا إن السبب هو ذوبان الجليد نتيجة للتغير المناخي، وده بيؤدي لانفجارات تحت الأرض. الفوهات دي ظهرت بشكل مفاجئ، ودي تعتبر من أغرب الظواهر الجيولوجية اللي حصلت مؤخراً، والعلماء لسه بيدرسوها عشان يفهموها أكتر. 9. شجرة الدماء. في جنوب إفريقيا فيه شجرة غريبة جداً بتسمى شجرة الدماء. السبب في الاسم ده هو إنه لما تقطع لحاء الشجرة بينزل منها سائل أحمر زي الدم. المنظر ده بيثير الدهشة، لكن العلماء بيقولوا إن السائل ده بيساعد الشجرة تحمي نفسها من الأمراض. 10. الأسماك اللي بتعيش في البراكين. تخيلوا بقى سمكة عايشة جوه بركان نشط في جزر سليمان في المحيط الهادئ.
العلماء اكتشفوا نوع من الأسماك بيعيش في فوهات البراكين تحت المياه. الأسماك دي بتقدر تتحمل درجات الحرارة العالية جداً والمياه الحامضية، ودي حاجة بتخليها واحدة من أغرب الكائنات اللي تعيش في بيئة مستحيلة تقريباً. وده كان فيديو النهاردة عن أغرب الاكتشافات العلمية اللي اتكلمنا فيها عن حاجات أكتر من مدهشة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. قولولي في التعليقات إيه أكتر اكتشاف عجبكم، وأكيد شاركوا الفيديو مع أصحابكم عشان يشوفوا الحاجات الغريبة اللي في الدنيا. أشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.